كلنا سمعنا خلال الفترة الأخيرة القبض على التيك توكر شاكر. وده تيك توكر مشهور جدا وعنده ملايين المتابعين. فكان خبر القبض عليه كان خبر صادم جدا ناس كتير جدا وعمل ضجة كبيرة قوي. وكان الغريب بالنسبة للناس ان مش هو بس اللي اتقبض عليه، لا كمان اتقبض على مدير اعماله معاه. اتقبض عليه في كافيه كان في التجمع، كان قاعد في كافيه في التجمع واتقبض عليه هناك. اللي كان اغرب بقى بالنسبه للناس ان هو قبل الموضوع ده بيوم كان طالع لايف مع الناس وبيتكلم عن فكره ان هو يعني مش متورط في اي قضايا او اتهامات لا اخلاقيه، فعشان كده مش هيتقبض عليه زي بقيه البلوجر. لاني كان طبعا ناس كتير جدا كانت شايفه ان اكتر من بلوجر اتقبض عليهم، فكان بيقولوا له ممكن انت كمان يتقبض عليك. فهو طلع ساعتها في لايف وقال لا، يعني انا صعب او مستحيل يتقبض عليا لان انا ما عملتش اي فيديو او ما عنديش اي يعني ما اتورطتش في اي فيديو لا اخلاقي. المهم بعد كده راح اتقبض عليه، وطبعا تم توضيح اسباب القبض عليه ايه وايه اسباب القبض على مدير اعماله. كمان كان من فترة كده كان طلع في لقاء شاكر وسألته المذيعة انت ازاي قلت ان انت بتكسب كام رقم معين في اليوم. ما خفتش من الحسد، ما خفتش من الضرايب، ما خفتش مش عارف من كذا حاجة ان انت تقول بكسب كذا في اليوم. كان رقم كبير جدا هتسمعوه دلوقتي. فراح قال لها لا عادي جدا وانا انسان صريح، في ناس كتير جدا بتكسب اكتر مني وما بتقولش، لكن انا ما عنديش مشكله وما عنديش اي مشاكل ان انا اقول بكسب كام في اليوم. فاسمعوا كده قال ايه في اللقاء. ان انت بتكسب في اللايف الواحد مليون جنيه، هل الرقم ده كان حقيقي؟ مش من الضرايب. احنا عارفين ان بيبقى عندك عدد كبير قوي في اللايف من المشاهدين، بس برضو ما حدش يعرف ان انت بتوصل لمليون دي يعني. انا بلدي تاخد عناية، مش ضرايب بس، بالعكس عناية. والحمد لله انا وضعي في كل حاجة سليم وتمام، فعشان كده انا يعني بقول الصراحة. والفوق من ده وده البلد عناية الاثنين، مش ضرايب بس. انا شخص صريح يعني، لان انا المحتوى بتاعي في اللايف وظاهر للناس كل حاجة. والناس مش صغيرة ان انا اضحك عليها او اقول كلام ويطلع غير الحقيقة، لا بالعكس انا بتعامل بطبيعتي جدا. فالسوشيال ميديا والمجال ده في ناس تكسب اضعاف الارقام دي، لكن ممكن مش كل الناس عارفه نظام او وضع السوشيال ميديا ايه، في ناس تكسب اكتر من كده كمان. راحت سألته المذيعة طب حتى مش خايف من الحسد؟ يعني ازاي حد بيقول رقم زي كده مبقاش حتى خايف من الحسد؟ شوف كده رد عليها قال لها ايه. حسد بقى ايه معاك؟ ان شاء الله ما فيش حاجه، وربنا يحفظنا جميعا ويحفظ. ده كان رده في اللقاء الأخير. الفكرة ان كان سواء شاكر او اي بلوجر كان بيطلع وبيتكلم ان هو بياخد مبالغ كبيرة جدا، ده كان بيسبب احباط لناس كتيرة جدا ممكن تكون حاصلة على شهادات عالية جدا وتعبت وكافحت وممكن تكون مش قادرة انها توصل حتى لربع الرقم ده. فبيجي لها احباط او بيوصل لها فكرة من غير ما يقصد ان هو الشهادة دي ملهاش اي قيمة. ففكرة ان البلوجر لما بدأ ان هم يعني يتقبض عليهم او الناس اللي هي بتقدم محتوى هابط يتم القبض عليهم، دي كانت حاجة بتخلي الناس تبدأ تثق شوية في نفسها وتبدأ ان هي تشوف لا الشهادة مهمة وليها قيمة. دي تعليقات الناس على الفيديو اللي اتكلم فيه شاكر عن الرقم اللي هو بياخده. شوفوا كده تعليقات الناس وقولوا لنا رأيكم فيها ايه.